كده احنا في اخر الاسبوع والطلبات اللي في البيت اقتصادية جدا. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا معايا النهاردة دول وركين من الفراخ، قطعتهم على حسب ما انت عاوزة بقى، 4 2 1 براحتك يعني. ومعايا برضو طماطمايه مقطعاها شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده او جوانح يعني. كمان مفيش فلفل حتى كمان. ومعايا بصلة كبيرة او بصلتين وسط زي ما انتوا شايفين كده برضو مقطعاهم جوانح بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وكمان بقى تحطي عليهم فصين توم كده تقطعيهم صغيرين. وتعالوا نشوف هنتبلهم بايه او ازاي. في الاول كده هنحط البصل، حاجات كلها يعني حرفيا مش معقولة يعني مش موجودة في البيت. وبعدين الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. في الاول كده هنشتري الفراخ من هنا خالص، وهنتبل الحاجات اللي احنا ايه شايفينها قدامنا اللي هي ايه بقى، البصل والثوم والطماطم. دي بهارات مشكلة. اولا كده هنحط معلقة زي ما انتوا شايفين كده ملح، هنحط ايه طرف المعلقة. وبعدين طبعا الملح في النهاية حسب الرغبة. دي بهارات فراخ مشكلة هنحط عليها ايه برضو، مش ما تملوش المعلقة عشان هم وركين. حاجة بسيطة خالص، رشة صغيرة خالص من ايه من القرف. كمان هنحط حاجة بسيطة خالص يعني قيمة معلقة صغيرة كده ايه كاتشب. كمان هنحط حبة زيت، حبة صغيرين لان احنا هنحط سمنة بلدي بس يا دوب ايه نحرك الحاجات دي. وكمان هنحط حبة من ايه من دبس الرمان، معلقة صغيرة. هو تقيل جدا يعني، بصوا مش قادرة اوصف لكم يعني، بس هو ايه هيديله مزازة كده يعني مش كتير قوي. معلقة صغيرة برضو، مش عاوزين نخلي الحاجة اوفر قوي يعني. هنقلب الحاجات دي بقى ايه ايدنا مغسولة كويس جدا، وهنقلبها في بعضها زي ما ايه زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي كويس جدا يعني. بصوا اطحنوهم كده في بعض بايديكم. بعد لما يوصلوا للشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، حابة تجودي او تنوعي اي نوع حاجة تانية انت حابة من عندك، دي حاجة برضو ترجع لها. هنبتدي ايه ننزل بالوركين. ده دبوس، وده الجزء اللي هو بيبقى جنب الدبوس برضو، وده القطعة اللي بتبقى في النص بين الوركين. وده دبوس، وده برضو زي ما انتوا شايفين كده القطعة التانية، والكبدة والقنصة وايه عادي يعني الحاجات اللي بتكون موجودة في الفرخة يعني. طبعا احنا مش هنحط عليها اي سوائل ليه، لان احنا اصلا مش هننقعها، احنا هنسويها كده على طول. وعندك معلقة صلصة وحابة تزوديها برضو تمام ماشي. وايه وظبطوهم في بعض كويس جدا كده، مش هياخدوا معاكي وقت ولا اي مجهود. يا دوبك كده على ما تجهزي اي حاجة للعشاء يعني اي حاجة جنبهم يعني هيكونوا تمام يعني الدنيا هتلاقيها تمام. هجيب الطاسة اللي انا هحط فيها وارجع لكم. حبايب قلبي لو وصلتوا لهنا ما تنسوناش في لايك وشير، ما تستخسروش يعني. معلقه سمنه بلدي بقى كبيره كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. معلقه ايه يعني بصوا كبيره كده. وهندوب كل الكلام ده في بعض تاني. طبعا الجو حر، السمنه طالعه من التلاجة اي نعم، بس هتدوب معانا في ثانيه زي ما انتوا شايفين كده. اكتر حاجه ركزوا عليها قوي في الفراخ يعني خلوا السمنه يعني تندمج كويس جدا مع الفراخ. هتديكوا من السمنه البلدي دي لها طعم مختلف يعني. حرفيا انت لو حمرت الفراخ في سمنه بلدي بس من غير بصل من غير توم من غير اي حاجه هتلاقيها ايه تمام. وهنا بقى طبعا تحضري الصينيه الجميله بتاعتك اللي انت هتعملي فيها زي ما انتوا شايفين كده. دي الصينيه اللي انا هعمل فيها، هي صينيه صغيره اصغر صينيه في المقاسات بتاعتك يعني عشان ايه وترص فيها بقى الجمال والحلاوه اللي انت ايه عاملاه. طبعا لو عندك اي نوع بهار وحابه تزودي او تجودي او تنوعي اي حاجه برضو عادي براحتك. دي اصغر صينيه عندي يعني. طبعا اللي انتوا ايه تحبوه تحطوه عادي براحتكم يعني. كل ده
من اللي انتوا عاوزينه يعني. حابة عندك نوع بهار عاوزة تزوديه برضو براحتك، عاوزة تحط اي حاجة تانية برضو براحتك عادي يعني. اليوم النهاردة فري من اختيارك يعني ايه، متسيبوش اي حاجة، الحاجات دي كلها يعني ايه مش هنتفزلك. بقولكوا احنا في اخر الاسبوع بقى يعني، بصوا مش محتاجين يعني ان انا اقولكوا. هجيب غطا واجيب ربع كوباية مية هوريها لكم دلوقتي وارجع لكم تاني. رجع لكم دلوقتي بعد ما جبت، شايفين ده بمقدار ربع كوباية مية. هنزوده عليها كده وايه ونحركه يعني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا رشة صغيرة خالص خالص من بهارات الفراخ اللي احنا عاملينها على الوش كده، عشان لما تبقبق كده مع بعضها. هغسل ايدي وارجع لكم تاني. وزي ما انتوا شايفين ده الغطا اللي احنا المفروض هنغطي بيه. ودلوقتي هنحطها على النار، نحطها على النار. وزي ما انتوا شايفين كده هنسيبها ايه تغلي مع بعضها شويه. اول ما بتبتدي تغلي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، هنهدي عليها النار خالص بقى عشان ايه الفراخ بتاعتنا تستوي براحتها. لان الوركين دول مش فرخه كيلو ونص مثلا، لا هي معديه ال2 كيلو وربع، تقريبا 2 كيلو و400 ونص كده يعني، فهتحتاج شويه ان هي تستوي. فدلوقتي هنغطي عليها ونهدي عليها النار خالص، ونسيبها ايه تستوي براحتها خالص كده، وبعدين هنرجع لكم تاني. وهنا كنا في نص مرحلة السوا زي ما انتوا شايفين كده، هي بتغلي بس بصوا بكبكة بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبها لما تستوي تماما خالص، وبعدين نشوف هنعملها ازاي، او هتكون الشكل النهائي ليها ايه، وهتقدميها مع ايه. بكذا طريقة ممكن تقدميها معاه. انتظروا للاخر وهنشوف هنعمل فيها ايه. بسم الله ونشوف النتيجة اللي احنا وصلنا لها. شايفين يعني بصوا والله العظيم انا ما زودتلهاش اي ميه خالص ولا اي سوائل اكتر من السوائل اللي كانت قدامكم. عاوزه اقول لكم ان الشويه اللي انتوا شايفينهم بيغلوا دول لما نيجي نقدمهم معاها بيكون قوام تقيل، بيكون صوص اصلا طعمه حلو واخد من الفراخ ومن التتبيله اللي احنا عملناها من البصل والفراخ. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا استوت ولا لسه. هنجيب شوكة او معلقة او اي حاجة ونشوف ايه. معذرة لو الفيديو ملخبط، لو كمان انا مش لابسة اسدال يعني مش ظاهرة باحسن حاجة، بس الفيديو ملخبط جدا. وكمان ما تركزوش مع اي حاجة خالص معايا غير الفراخ وبس، لان انا هلكانة جدا. فاحمدوا ربنا اصلا ان انا صورت الفيديو ده يعني كده او اي حاجة. هنشوف الفراخ بتاعتها. طبعا هي بصوا استوت خالص يعني انا لو سايبه الكاميرا زي ما شايفين الفراخ طلعت معانا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وكمان طعمها يعني بصوا اهو، شايفين الجمال والحلاوه والله العظيم مش مجامله. كمان الملح بتاعها وكل حاجه مظبوطه. الوقت هنشوف. هنولع الفرن بتاعنا على درجه حراره 200 وندخلها تاخد لون من فوق، وهنشوف هنقدمها ازاي. شايفين كده انا دخلتها الفرن، والفرن كمان درجة حرارته عالية جدا. هتاخد بس هي لون من فوق، وبعدين هطلعها واوريها لكم هيكون الشكل النهائي ليها ايه، وكمان هنقدمها مع ايه او ازاي. شايفين الطعم والشكل واللون وكل حاجة. شايفين جمال الصوص كمان اللي تحت الفراخ حاجة كمان والله العظيم ولا اروع من كده يعني حرفيا. كمان الكاميرا ظلماه. عاوزه اقول لكم عذرا لشكلي مبهدل شويه او الدنيا مبهدله حواليا في الفيديو، بس لان انا تعبانه جدا فما كنتش مستعده للتصوير. بس قلت لا فكره من ضمن افكاري واصورها لكم برضه. لو وصلتوا لهنا ما تنسونيش في لايك وشير وتدعموني فضلا، لان بجد انا بتعب جدا في اللي انا بعمله. شايفين الجمال والحلاوه والله العظيم مش خساره في اللايك والشير. لو وصلتوا لحد هنا انا كده خلاص وصلت للنهاية. تعالوا بقى نشوف طريقة التقديم هنقدمها ازاي ومع ايه. يلا بينا يلا بينا. طبعا التقديم ده حاجة من راحتك انت، انا هوريكم الطريقة اللي انا هقدم بيها وبعدين انت من راحتك بقى.
ممكن تقدميها مع مكرونة بالصلصة او مكرونة مبكبكة برضو عادي، او تقدميها مع عيش، او تقدميها برضو مع رز ابيض او بشعرية، الحاجة اللي انتي تحبيها. تعالوا بينا اوريكم انا هقدمها ازاي دلوقتي، وبتمنى ان تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده انا مقدماها مع رز ابيض، شايفين الصوص وجماله وحلاوته، والله العظيم مش مجاملة. وكمان طعم السمنة البلدي بيكون جميل جدا. ومقدمة معاها سبرايت وكمان شيبسي وعيش. طبعا كل واحد تبع راحته، اللي حابب حاجة بياكلها. عاوزة اقول لكم ان طعمها جميل جدا مع الرز، وكمان مع العيش ومع المكرونة كمان بيكون اجمل واجمل. طبعا دلوقتي بقى بندوق كل حاجة مع بعضها كده. بصراحة مش هقدر اوصف لكم غير لما تجربوها، جربوها وقولوا لي رأيكم بصراحة في الكومنتات. بس هتعجبكم جدا، وانا متأكدة وواثقة في ربنا ان هي هتعجبكم يعني. ما بطلعلكوش الحاجة غير لما اكون مجرباها مرة واتنين وعارفة ومتأكدة ان هي هتعجبكم. وبس كده يا حبايب قلبي يعني. مش محتاجة اقول لكم بقى حطوا لايك وشيروا الفيديو، كمان اعملوا لي اشتراك. كل الحاجات الحلوة الجميلة اللي زيكم كده تقدروا تعملوها لي هنا، تدعموني في الفيديو. وبس كده يعني، خلاص كده انا وصلت لنهاية الفيديو. وبتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم جدا وشكرا.